عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل يوما الصحابة وقال لهم: ما تقولون في قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف؟ ما معنى التخوف؟ فسكت الجميع، فقال رجل من هذيل قال: هذه من لغتنا يا أمير. التخوف بمعنى التنقص، ينقص منه شيء فشيء. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أنه يتنقص. قال: وتعرف العرب ذلك في كلامها؟ قال: نعم، شاعرنا أبو كبير الهذلي يقول يصف ناقته: تخوف السير منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. يقول ناقتي من كثر ما مشيت فيها نقص سنامها، تخوف سنامها، تامكا قردا تخوف، مثل ما تخوف عود النبعة السفن. العود أول إذا يبون يسوون منه قوس أو شيء يتخوفون بالسفن، آلة حادة يأخذون منه شيئا. فيقول إن ناقتي من كثر ما مشيت فيها نقص سنامها مثل عود النبع إذا تخوفه السفن. فقال عمر بن الخطاب: أيها المسلمون، عليكم بديوانكم لا تضلوا، يقصد الشعر، لأن فيه معاني القرآن مبثوثة، ستجد ذلك جليا.